لأول مرة أشارك بمسابقة رسم مساعدة ال AI، وبهذا الفيديو راح أوريكم كل مراحل الرسم من أول الفكرة إلى النتيجة. يلا نبلش. نختار الكانفاس، مسطرة، قلم، شريط لاصق، وأعواد إذن، وصحن نخبط بيه، وألوان الأكريليك ماركر اللي هي وهاي السواتشز ماله وال AI. وبس يلا نبلش. اول شي راح اوريكم اياه هو رسم السكتش. راح ارسم سكتش بسيط. هاي الصورة اللي اختاريتها كمرجع، وطلبت من ال AI حول لي اياها للسكتش حتى انا اقدر ارسمها، وحول لي اياها وطبعتها بهذا، وهذا هو السكتش. واكيد من ضمن ادوات الرسم اللي هو الحليب بالكاكاو، من مفضلاتي وأحب أشربه. الورق استخدمته إنه ورق كانفاس، شقيت الورقة هسه راح أرسم عليها السكتش بوك، وهاي القبالة راح أنقل من عندها. نسيت مساحة العجين. أول خطوة هنا حاولت أرسم السكتش وأنقله من الورقة اللي طبعتها حتى أحدد كل التفاصيل بدقة، حتى يكون التلوين أسهل بعدين علي. بما أنه هاي أول مرة أرسم بها شكل معماري وكان صعب علي، فقررت أطفي الكاميرا وأركز عدل وأدخل راسي بالورقة حتى أعرف أرسم عدل ومضبوط. وهسه كملت السكتش، بس رسمت السكتش ما بيه تفاصيل هواية، لأن أنا راح ألونه بألوان أكريليك ماركر، وتلوين ألونه خلال التلوين أضيف التفاصيل الباقية. وهسه راح نبلش بجزء التلوين. جزء التلوين خليت ال AI يسويلي دليل كامل للتلوين حتى نبلش بكل جزء من الرسم، بحيث أنا دزيت لل AI السواتشز مال الألوان اللي عندي، وقلت له اختار لي درجات تناسب هاي الرسمة، بحيث هو اختار لي كل جزء. ومثل السماء اختار لي 3 درجات من الألوان اللي عندي، وراح أبلش هيجي بالتفاصيل. وهسه نبلش بالسماء. وهسه راح نبلش بجزء السماء، واختارينا 3 درجات من السماء، وحبلش ألونه، وراح أدمج بهذي القطنة. هنا بلشنا بمرحلة التلوين. دائما أحب أبدي بالألوان الأساسية وأبني الطبقات من الخلف للأمام حتى يكون الرسمة نظيفة والتفاصيل دقيقة وواضحة. وهسه راح ألون البارت الأسهل اللي هو البارت الأبيض من هنا، اللي هو هاي اختاره لي 3 درجات من الرصاصي والأبيض. راح أبلش ألونهم وياكم. أحسن ورق جربته الألوان الأكريليك ماركر حتى تندمج بطريقة سلسة وسهلة وحلوة وتعطي تأثير حلو، هو ورق الكانفاس المدهون بالجيسو، كلش ممتاز ويعطي تأثير حلو يجنن. وهسه كملت السماء وكملت المناطق اللي بيها ظل وبياضات. وهسه أبلش بالقبة الخضراء. اختار لي هذن الألوان كلهم، راح أبلش بدرجة لون أساسية أغطي القبة كلها، وتالي أحطن للإضاءة والضوء. وهذا راح ألون على التلوين. راح أبلش بهاي الخطوات وهذن وهاي. ظليت أنقل من دليل الألوان اللي سوالي ال AI، بحيث أنا دزيت له كل درجات الألوان اللي عندي بالصورة، وهو قالالي إنه كل جزء من الصورة أسويها بألوان معينة، أختار ليها من الدليل اللي موجود عندي. وصراحة أكثر شي انطيته وقت هي القبة، وأخذ مني وقت لأن أريد أسويها يعني شلون تكون تعطي تأثير واقعي، بحيث هواية درجات أخضر، يعني فوق 10 درجات أخضر استخدمت هنا بهاي الرسمة. وكنت أضيف يعني لونت اللون الأساسي هنا بأضيفن درجات الظل والضوء حتى يبيها تدرج حتى تصير شكلها 3D. وتمنيت أفوز بهاي المسابقة، ولسه بعد ما حددوا النتيجة ولا حسموها. أعتقد لسه ما مخلصة المسابقة، باقي تقريبا 5 أيام من عندها. وأتمنى تدعولي، يقولون دعوت 40 شخص مستجابة، فادعولي أفوز بهاي المسابقة. وبس أتمنى تستمتعون بالفيديو، إذا حبيتوا قولولي. وهسه البارت الأخير من الرسمة اللي هي الحائط، وهذا أعتقد المأذنات يسمونهن، ما أعرف. ألونه بألوان البيسك، تالي أخططه حتى يبين الطوب، وبعدين ألون طوباية طوباية حتى يبين شكل 3D يعني مو شكل مسطح.
وهاي الرسمة تقريبا أخذت مني 5 ساعات، وقبلها جربت أرسمها. اللي جاي أوصلكم الفكرة إنه حاولت أرسمها بورق الماركر الكحولي، بس إنه الورق الماركر الكحولي كلش ناعم وسمكه أخف من هذا الورق، لذلك ما ضبطت وياي. وهسه كملت تلوين الجدار باللون الأساسي، وراح أخططه أخطط الطوبات على حدة يعني، وتالي أخلي درجات الظل والضوء، ظل والضوء يعني أظل الأماكن. بآخر شي هايات بنات طفت الكهرباء والتليفون خلص شحن، فما قدرت أصور باقي التلوين، فكملتها بأوف كاميرا. وهسه النتيجة النهائية، وقولولي ايش رايكم، وهل تتوقعون راح أفوز أو لا؟ good luck for me، وادعولي أفوز. وهنا أنا أخذت استراحة، وهي برنامجي المفضل، واستراحة من الحياة ومن الرسم كمان. وهسه بلشت فقرة الطبخ، حسوي وياكم كيكة جوز الهند. بيض، سكر، تقريبا ملعقة خل أبيض حتى تروح الزفرة. وهسه نضيف الزيت، وهسه أحط الفانيليا وأضيف الحليب ونخلط أضيف الجوز الهند، كوب طحين، كوبين أضيفن. أضيف البيكنج باودر، وآخر خطوة ضفت الهيل، وهسه راح نخلط. حضرت الفرن، حطيته على 200 حتى يحتر الفرن، وحطيته شغلته من فوق ومن جوا، وتالي من أدخل الكيكة أنصي، أدهن الصينية براشي، ويطلع الطعم لذيذ لذاذة ملوش مثال يعني، كلش طيب جربوها. وندخلها بالفرن، ورا ساعة نطلعها من الفرن، وطعمها لذيذ، راح تحبوها وتدمنوها تصير إدمان عندكم. للعصريات كيك وشاي، شاي وكيك لذيذة تنمنون عليها يعني سوبر لذاذة. وش رايكم؟ حمص أتحمس. وهنا أنا وقت الاستراحة اجتبأ بودكاست وارسم، وما صورت لأن جت تعبانة. هنا أنا أوريكم نتيجة الرسمة اللي رسمتها. وترى وصلنا لنهاية الفيديو، ولا تنسون اللايك، و see you later.